انت اي حد بيكسب الزمالك دلوقتي، ده الزمالك دلوقتي في الوقت اللي بالك هو أسوان يعني في كان الوقت اللي انت بداية بتقول عليه بتاع اسوان ده ملطشه الفرق. اي فرقه يعني لعب اسوان خسر، لعب الداخليه تعادل في الوقت البدل الضايع، لعب فاركو خسر 3، لعب المحله خسر 2، لعب الاهلي خسر 3، صح ولا غلط؟ فتيجي تقول لي بقى انا عشان ان كسب. ايوه بس كان بدايتها اسوان، يعني اسوان ما كانش يعني ما بالنسبه له اختلفتش معاك، بس انا بقول لك ايه، موجوده. اي فرقه عايزه تترسم بتترسم على نادي الزمالك وعلى مدرب نادي طيب الزمالك وانا وعلى كمدير جماهير فني نادي الزمالك. انا بالنسبه لي الاهلي، وطبعا هو اكيد طبعا فهم الجمهور بيفكر ما ازاي. فهمش ليه فليمانكو، ما فهمش ليه الريال، ما تهدى بقى على الصبر، خلينا ايوه ده نبدا فرق. لا طب لا، ده انت كنت واثق هنا ان انت هتكسب الريال، ده انت بتكلمني قبل ما نطلع هوا يوميها. احنا بنأمل ان يا عم لا ما فيش امل. لازم تعرف طب ايه المشكله؟ الطموح يابا اسمع. هو ايه الطموح؟ طموح وحش يا كابتن؟ مع دول لا. ازاي يعني؟ زي مش عافيه، دي كوره، خبطت 4 ده كوره يابا ماشي. الله ما فيهاش مستحيل. ما انت كسبتها وكسبت بعد كده ايه اس روما وكسبت فرق ممكن ده ودي الودي حاجه. انت من يوم ما دخلت يعني البطوله كاس العالم ده رسمي. اسمع لا لا استنى بس عشان ما تقولناش حاجات. بص انت لا استنى خليها تسوي. انت كانت تكسرنا على النبي يا عم. عواد غلط مره وهو عامل 100 مره كويس، الجمهور يضغط عليه. الشناوي يغلط مره وهو اجتهد كتير قوي، الجمهور يضغط عليه. النهارده كان عندنا درس ربنا بعته انصافا للاثنين دول ولكل الحراس. كورتوا بيغلط غلط ما يغلطوش ولا تحت 13 سنه. مظبوط. وكذلك اليسون مدافع ليفربول يغلط غلط ما يغلطوش ولا تحت 13 سنه. ومع ذلك ما اثرش على ادائهم في المباراه بشكل عام، خاصه ان كورتوا بعد كده ريال مدريد فاز بال5 ودي مشكله عندنا حاليا. قبل كده كان من افضل الحراس في مصر اللي بيغلطوا في الحاجات. يا اخي احمد شوبير غلط غلطات ما يغلطهاش واحد تحت 10 سنين مش 13 سنه. ومع ذلك عدت ومشيت، ما حدش عمل معاه اللي اتعمل مع الشناوي، اللي احنا بنعتبر ان الشناوي حاليا احد افضل الحراس في قاره افريقيا. هو مش افضلهم، هو من افضل 7-8 حراس في افريقيا. لان في حراس في افريقيا واخدين الافضل في الشامبيونز ليج. يمكن يا كابتن كان الجمهور الاهلي زعلان من الشناوي لان ماتش فلامينجو اخطا خطا فادح جدا رجع بيه فلامينجو في الجول الثاني، وفي ماتش ريال مدريد كانت في جوال دمها تقيل شويه في ماتش ريال مدريد في كاس العالم. قام اشتقته من قلم تاني بتضحك عليها شوبير. الله يرحمك يا ولا يا براش، لو موجود كان عمل لكم حلقه خلى شوبير يروقك تاني.